كنيستنا فيها بركة لغاية دلوقتي، بتبوس ايد ابونا، ونعلم ولادنا نقول لهم ايه؟ نعلم ولادنا نقول له بوس ايد ابونا. خلي بالكم اليوم اللي هيجي فيه الناس ما تبص ايد ابونا دي بقى مصيبة كبيرة قوي على الكنيسة. واليوم اللي هيجي فيه الناس ما تبص ايد ابونا دي بقى مصيبة كبيرة قوي على الكنيسة. اوعوا تسمعوا كلام الناس اللي بيتفلسفوا، يجوا في اذاعات ولا بتاع للاسف ومسيحيين يقول لك نبوس ايد ابونا ليه؟ عشان بيشيل الجسد والدم، عشان بيعلمك، عشان هو اب له كرامة، عشان كرامة الكهنوت بتبوس ايد ابونا. صحيح احنا بنشد ايدينا، لكن الحقيقة ان مفروض ان ايه؟ نعلم الناس انه خصوصا ولادنا وشبابنا انهم بيسوا ايد ابونا، علشان بعد شوية لما ايه؟ لما يكبروا يتعلموا يوقروا الكهنوت ويوقروا الكاهن، لانه طول ما هم بيوقروا الكاهن هم بيعطوا كرامة للكهنوت، هم بيكرموا الله وهم بيسمعوا كلمته، وهم مهيئين ان هم يستفادوا من كلمة ابونا، من التعليم الروحي. وقت ما بقت الدنيا زي ما بيقولوا كده سنفاسو كده، يعني كلنا زي بعض، دي بقت مصيبة كبيرة قوي. كلنا زي بعض دي بقت مصيبة كبيرة قوي. كل واحد برأيه بقى، وكل واحد يقوله. دي ايام سودة ربنا ما يسمحش ان احنا نشوفها ابدا. هذه الايام ان ولادنا ما يبقوش خاضعين لينا، ولا يبقوا بيسمعوا مننا وحاسين انهم بيفهموا، مصيبة. ربنا رافض مثل كده.